هو ايه احسن سندوتش بطاطس سوري في اسماعيليه؟ عملت مقارنه بين اشهر 3 مطاعم، الدجاج الشامي، الدمشقي، وفي اهل الشام. وعشان نصعب الدنيا شويه هنوزن كل سندوتش بيدينا كام جرام، وهنشوف مين فيهم اللي في قائمه راي ومين فيهم اللي في قائمه هنتضايق. يلا. السندوتشات كلها ب 30 جنيه، فانا هبتدي لاقرب مطعم لقلبي وهو الدجاج الشامي، كان عامل 308 جرام. في اهل الشام ده برضه يا جدعان انا بحب اكل من عندهم بطاطس جدا، 353. الله، في فرق هنا. اخر واحد الدمشقي 340. كده في اهل الشام اتقل واحد، يليه الدمشقي، يليه اقل واحد الدجاج الشامي. فاحنا هندق اول واحد اقلهم فيهم الدجاج الشامي ان شاء الله. سندوتش كبير، بسم الله على طول. احنا بقى هندقها هي، او في الاول في الاخر اصلا بطاطس. بسم الله. هي بطاطس يعني حلوه يعني، حلو صراحه. في قرمشه هنا، سندوتش نفسه تقيل، فده قايمه رايق على طول. اللي بعده الدمشقي. اللي مش بيعجبني في الدمشقي ان السندوتش بص طري، يعني بص لو عملت كده الساندوتش مفيش اي تحميره فيه على الجريل. هندوق على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه الدجاج الشام احلى، ما عجبنيش. بصوا خلينا متفقين ان يا جماعه انا بتكلم عن ذوق انا، اللي يعجبني ممكن ما يعجبش غيري. هنخش على اخر واحد. يلا. في اهل الشام ده شكله، انا بحترم المطاعم اللي زي الدجاج الشامي وفي اهل الشام اللي بيدوا التحميره دي. هو اصلا الساندوتش السوري العيش السوري ده لازم يتحمر، ف يا ريت الدمشق ان هو يحمره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هم ما بيبقوش بيحطوا مخلل ولا ايه؟ كان الاول يا اخي في اهل الشام ده كان بيحط مخلل في الساندوتش بيدي طعم كده رهيب، لكن صراحه كساندوتشين اكتر اتنين عجبوني في اهل الشام والدجاج الشامي. الاثنين زي بعض، الاثنين كويسين واخدين التحميره دي، والاثنين كمان بنفس السعر. يا ريت الدمشق ياخد باله من حركه ان هو يحمر الساندوتش على الجريل. ولو عجبتكم السلسله دي من المقارنات قول لي اعمل مقارنه بين مطاعم ايه تاني. ما تنسوش تصلوا على النبي وتستنوا في حلقات جديده. مع السلامه.